ضحكوا علينا زمان وقالوا ان الميه لو اتقابلت مع ميه تانية هتتخلط فرن ومش هيبقى فيه اي فرق، لكن الواقع غير كده تماما. تقدر تشوف ده بعينك في اماكن كتير زي مضيق جبل طارق بيجمع ما بين البحر المتوسط والمحيط الاطلسي، هتلاقي خط فاصل واضح جدا بين الميتين. ده بيرجع لاختلاف نسبة الملوحة في المياه وكثافتها، بس ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه من 1400 سنة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وكمان في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. ازاي محمد صلى الله عليه وسلم اللي عاش في الصحراء ما شافش بحر الا قليل يعرف التفاصيل الدقيقة دي من أعماق البحار والكثافة والملوحة والحواجز الطبيعية؟ زمان ما كانش فيه غواصات ولا أجهزة قياس ولا تصوير، علشان ده كلام ربنا اللي عنده علم بكل شيء. لو الكلام ده لمس قلبك ابعته لحد أنت بتحبه عشان يستفاد، واعمل فولو عشان نعرف تفاصيل أكتر من القرآن.